الدم في المنام هو من الرموز التي قد تجعل صاحب الرؤية متخوف من عواقبها. لماذا؟ لأن الدم في الحقيقة نجده في الجروح والجرائم وغيرها، لكن كما سبق أن أشرنا إلى أن الأحلام ليست كالواقع. الدم في الأحلام يشير إلى المال، وكي نبرر على من يطلب منا كيفية استخراج هذا المعنى فنقول: أليس الدم بالسائل؟ وكذلك يطلق على المال بالسيولة المالية، وقد جربنا هذا المعنى كثيرا وكان أثره إيجابي في العديد من الأحلام. أذكر لكم تجربة حدثت لي شخصيا. كنت أعمل في التجارة، وكما تعلمون أن التجارة فيها ديون وأخذ ورد سلع وكذا. المهم كنت مدان عند شخص بمبلغ مادي، وذلك الشخص هو مورد للسلع. كنا متفقين على يوم محدد لقضاء ذلك الدين، ولكن في أحد الأيام رأيت في منامي أن ذلك الشخص يعمل لي حجامة في ظهري، ولما استيقظت أيقنت بأنه سيتصل بي ويطلب ماله، وذلك الذي حصل. يعني بعد يوم أو يومين اتصل بي وطلب أن أرد له دينه. هذه التجربة يعني تؤكد أن الدم له علاقة بالمال. طيب، نذهب إلى معنى آخر للدم. ما رأيكم في دم الدورة الشهرية عند النساء؟ لو قلت لكم أنه يدل على ذهب، قد يقول البعض: ماذا يقول هذا؟ تفسير غريب، أليس كذلك؟ تعرفون كيف استخرجت هذا المعنى؟ الذهب محرم على الرجال وحلال على النساء. لماذا؟ ذكر أهل العلم أن الذهب حرم على الرجال لأنه يفرز مادة تضر بصحة الرجل، عكس النساء فتلك المادة تخرج مع دم الحيض. لذلك قلت أجرب هذا المعنى في الذهب. سبحان الله، كانت النتيجة جيدة جدا لأنه نجح في العديد من الرؤى. وفي هذا السياق أرسلت لي امرأة رسالة نصية مفادها أنها رأت في منامها أنها تنزف دما كثيرا، تقصد بذلك الدورة الشهرية. أول سؤال سألتها به قلت: يعني هل بعت ذهبا مؤخرا؟ لأتفاجأ بردها. قالت: نعم، بعت ذهب وأريد أن أستبدل غيره. سبحان الله، انظروا كيف الأمور تتضح، والرمز يعني يختلف من معنى إلى آخر. وهذه قصة الذهب والدم في المنام. يعني العكس صحيح، لو رأيت امرأة ذهب فنقول أن هناك خلل في الدورة الشهرية، وهكذا. نذهب إلى معنى آخر وهو المتعلق بالجن والشياطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، لذلك من يكون به مس يرى الدم كثيرا. والدم أيضا يشير إلى الابتلاءات وحتى الدلائل والبراهين، كما قال الله عز وجل: والدم آيات مفصلات. وعلى العموم الدم رؤيته خير ومال، سواء إنفاقا أو اكتساب. هذا والله أعلم. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.